بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده في حاجات كتير هتعجبكم. فيه اكلات اقتصادية بدون اي لحوم هنعملها مع بعض، وهنرتب الدولاب بتاعي. هوريكم طريقة ترتيب الدولاب. وديت الحاجات دي تفريزات هعينها رمضان. ده قشطة صفرة، وده فراولة. الفراولة عملت لكم منها مربى برضو، وحاجات تانية، اي حاجة تنفع تتعين عينيها. ودي تتبيلة دايما بعملها في البيت، هقول لكم عليها عشان تعملوها عندكم في البيت، تبقى دايما موجودة لأي أكلة. تحط في المخلل، وبتتحط في حاجات كتير قوي في الأسماك. هي تتبيلة بتنفع حاجات كتير قوي. وهنعمل مع بعض المكرونة باللبن أو العزيزية. دي طريقة المكرونة باللبن. أول حاجة بسلق المكرونة عادي خالص، بحطها في مية سخنة وغطي عليها، ولما المية تغلى شوية بطفي النار واسيبها في المية السخنة. لما بسيبها شوية في المية السخنة بتكبر بالطريقة دي، بتتسلق زيادة. سيبها لو حتى سبتها 5 دقايق بتفرق برضو. واصفي منها المية واحط عليها اللبن، واخلي اللبن يغلي معاها. مش شرط تغلي اللبن قبل ما تحطها على المكرونة، لان كده كده اللبن بيغلي مع المكرونة، وحجمها بيتضاعف زي ما انتوا شايفين كده. واللبن برضو بيديها طعم حلو. وبعد كده هحط عليها السكر المطلوب ليك اللي انت بتحبيه، والفانيليا واي مكسرات او جوز هند. ودي ذرة ملح. انا حطيت عليها جوز هند وزبيب، وده الفانيليا. وهحط عليها نشا، بس ما تكتريش النشا عليها. هي كده كده بعد ما بتطفى وتبرد بتجمد. وتحط السكر اللي انت بتحبيه، بس ما تخليهاش مسكره قوي عشان ما تتضايقش منها. واللي بيحب الحاجه مسكره هو براحته بقى. احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي، بنتضايق منها وبنزهق منها بسرعه، او بناكل منها حته صغيره لو مسكره قوي. دي والله ما باتت لتاني يوم، كانت جميله قوي. وبعد ما بخلصها بحطها في صينيه، والصينيه بحط فيها حته قشطه صفرة من تحت، وبحطها على النار شويه. يعني هي دلوقتي على البوتاجاز، حته قشطه صفرة تحت وحته قشطه صفرة فوق، ولو سمنه بلدي برضو بيبقى حلو. وحمرتها من تحت ومن فوق، وبقت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. شوفوا الجمال، جربيها تعجبك. وهنعمل برضو حاجات تانية لسه الوقت، اصبري. ما تنسيش بقى تحط اللايك والاشتراك، يا ريت. لو اللي انا بعمله، الفيديو اللي انا بعمله عجبك، اشتركي معايا. هتشوف حاجات كتير تعجبك على القناة بتاعتي، حاجات يومية يومية في البيت بتعمليها. البوتاجاز ده بغسله تقريبا 3 مرات وممكن اكتر. وقع عليه البن لازق فيه. البوتاجاز ده فريش، من النوع اللي بيلزق على اي حاجة. بغسله كم مرة في اليوم. ودي المواعين. وعملت شاي بعد ما غسلت البوتاجاز، والله اتعكي تاني اهون. ده غسلته ومسحته واتعكي تاني، دي تاني مرة. وبغسل بقى المواعين ومولع على شاي في نفس الوقت. خلصت المواعين، قلت اشرب الشاي. اتفضلوا معايا شاي. والبوتاجاز هيتمسح تاني برضه ويتغسل تاني كم مرة في اليوم ما اقولكوش. مسحته بقى حلوة، بيتمسح والله كتير. اللي ما حطيتش لايك يا ريت تحط لايك. ودي الاكلة الاقتصادية اللي انا قلتلكوا عليها، بيض وبطاطس مقلية. في كتير عارفينها اكيد. البطاطس بغسلها عادي وبقطعها بالشكل ده، والبيض بغسله وبحطه بعد ما بولع على البطاطس ب5 دقايق. وده الرز بشعرية، هعمل معاها رز بشعرية. الشعرية بحط شوية زيت وبعدين احط الشعرية، ولازم احمر الشعرية شوية، ولو لونها غامق يبقى احسن الشعرية مع الرز بالشكل ده. واقلب بقى بعد ما احط الشعرية واحمرها، احط الرز واقلب الرز كويس مع الشعرية عشان ما يبقاش في شعرية تحت ورز فوق. والبطاطس قشرتها وحطيتها في الزيت، بس قبل ما احطها في الزيت حطيت عليها شوية دقيق وشوية توابل، ملح وبهارات وشوية دقيق. بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ لازم نتعود على الاكلات الاقتصادية اللي بدون لحوم دي، عشان مش اللحوم غلت زي ما انتوا عارفين، والسمك غالي وكل حاجة غالية.
فلازم ننوع، منها ننوع ومنها برضو يبقى في شوية اقتصاد. وده الدولاب بتاعي قبل ما يتروق، منكش كده. قومي يلا روقي دولابك، اكيد دولابك عايز يتروق. قومي اعملي زيي، نزلت كل حاجة ووضبته من اول وجديد. هتشوفوا الوقت بعد ما يتوضب. وفي حاجات احطها على اليمين وحاجات احطها على الشمال عشان ابقى عارفة انا اما اجي اجيب، او حد من ولادي يجي يجيب حاجة اقول له كذا على اليمين وكذا على الشمال. ايه رأيكم؟ ما تنسيش بقى تحط اللايك والشير لو عجبك الفيديو، ولو عايزين فيديوهات من النوع ده قولولي.